عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. قبل الخوض في تفاصيل الخبر يرجى الاشتراك في قناة أوقات نيوز وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أولا بأول. أخبار مثيرة جدا انتشرت خلال الساعات الماضية حول نجم المغرب الفاسي وهداف البطولة الاحترافية سفيان بن جديدة، بعدما تحدثت بعض الصفحات عن خضوع اللاعب لفحص منشطات وظهور نتيجة إيجابية قد تعرضه لعقوبة توقيف. هذه الأخبار خلقت حالة من الجدل الكبير وسط جماهير المغرب الفاسي ومتابعي البطولة المغربية، خاصة أن اللاعب يعتبر واحدا من أبرز نجوم الموسم الحالي. لكن ووفق مصادر مسؤولة داخل نادي المغرب الفاسي، فإن كل ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، حيث أكد مصدر من داخل النادي أن سفيان بن جديدة لم يخضع لأي اختبار للمنشطات منذ بداية الموسم الكروي الحالي. المصدر ذاته شدد أيضا على أن الأخبار المتعلقة بإمكانية توقيف اللاعب مجرد إشاعات مغلوطة، مؤكدا أن إدارة المغرب الفاسي تتابع الموضوع باهتمام كبير وقد تلجأ إلى المساطر القانونية ضد كل من ساهم في نشر هذه الأخبار الكاذبة. ويقدم سفيان بن جديدة موسما استثنائيا مع الماس بعدما تمكن من تسجيل 16 هدفا في 19 مباراة، ليتصدر بذلك قائمة هدافي البطولة الاحترافية هذا الموسم. فهل هي مجرد إشاعات تستهدف اللاعب في هذا التوقيت الحاسم من الموسم، أم أن هناك تفاصيل أخرى قد تظهر خلال الأيام القادمة؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في قناة أوقات نيوز وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد فورا وحالا.